سيادة النائب، بالنسبة للائحة الداخلية لمجلس النواب، عكفتم عليها بقالكم فترة يعني ليست بالقليلة. ماذا انتهيتم؟ إلى ماذا انتهيتم؟ يعني النهارده تقريبا خلصنا 100 مادة، هنبدأ نكمل من بكرة إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني احنا عملنا إن احنا نخلصهم الأربع ده بإذن الله. خلينا نتحدث على الأقل النهارده. النهارده كان في مادتين خلافيتين هم خاصين بتشكيل رقم كام اللجان وكام يا النوعية فندم؟ داخل رقم 37 ورقم 44، وهم خاصين بتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس. وكان هناك رغبة من المجلس أن يقلص عدد اللجان مرة أخرى ويعيد الدمج من بعض اللجان بحيث أن ما يبقاش العدد يوصل ل 28. ورئيس المجلس أجل هذه المادة الخلافية لما بعد. بالتأكيد الفترة اللي فاتت كان في هناك مواد خلافية أخرى حوالين مبدأ توسعة المشاركة من الكيانات والائتلافات الموجودة داخل المجلس في هيئات إدارة المجلس. بمعنى توسعة هيئة المكتب من 3 أعضاء اللي هم الرئيس والوكيلين إلى 7، بمعنى زيادة أعضاء اللجنة العامة من خلال الأحزاب التي لها هيئات برلمانية. بعد ما كنا بنطالب إنه أكثر من عضوين يمثلوا في كهيئة برلمانية، دلوقتي اتكلمنا في 10 نواب، وده رقم لا يشجع الحياة الحزبية في مصر ولا يدعم العملية الحزبية في مصر. فهناك عدد من اللجان أو عدد من المواد أثارت خلافات. هل بالفعل هيتم التوسع فيه؟ هل بالفعل هيتم التوسع في عدد اللجان؟ هيبقى لكل لجنة فرع أو 2 علشان يبقى يعني يبقى في أكتر من رئيس للجان دي؟ في تسارع على رئاسة اللجان؟ المتفق عليه حتى الآن رئيس ووكيلين وأمين سر كما هو الوضع في السابق. لكن هيبقوا كام لجنة تقريبا؟ لا، ما احنا أجلنا المناقشة في عدد اللجان. تمام. المطروحين 28، هنوصل لكام ده هنشوف المجلس فيه بإذن الله. طيب. أنا أتمنى أن العدد يقلص يعني. طيب، في جريدة الجمهورية الصفحة 7 مجلس النواب يواصل مناقشة اللائحة الداخلية. تمت الموافقة على المادة 24 من لائحته الداخلية المثيرة للجدل. 2 عبد العال هناك من يعرقل عمل المجلس بحجة مناقشة اللائحة. أولا المادة 24 مختصة بإيه يا فندم؟ اللي تم خلاص اللي تم الموافقة عليها. احنا وصلنا لمادة 98، اعتقد مادة 24 دي كانت مادة برضو من احد المواد الخلافية. هتذكر لحضرتك ايه هي المادة دي وانا طيب ماذا بشأن ما نشر بالصحف ووسائل الاعلام؟ هي ليها علاقة 24 دي ليها علاقة بعدد، ليها علاقة بالهيئات الحزبية، الهيئات البرلمانية، في الهيئات البرلمانية داخل المجلس. نعم. طيب ما أثير برضو حول مطالب للنواب بزيادة المكافآت من 3000 جنيه ل 15000 جنيه لكل نائب. ماذا تم بخصوص هذه المطالب؟ في هذا الأمر نعم؟ إنه أي زيادة في المكافآت داخل المجلس لن يستفيد منها أعضاء المجلس الحاليين، سيستفيد منها الفصل التشريعي القادم، يعني بعد 5 سنين من دلوقتي. طيب ليه بنناقشها دلوقتي؟ طب ليه بنناقشها بقى دلوقتي؟ لأنه بيتعمل القانون دلوقتي. يعني طيب اوكي، طيب زي بعضه. صح، حضرتك محق نناقشها، لكن ليه نزود من دلوقتي 15000 جنيه؟ ما نسيبهم لما يجوا هم يعدلوها. هي البلد ناقصه ان احنا من دلوقتي بنزود اجور ورواتب لمجلس نواب لسه يا عالم هيجي ولا مش هيجي؟ ما نخليها زي ما هي دي الماده دي. نتكلم في المبدأ بعيدا أن نتحدث عن تفصيلة الزيادة كام لأنها لم تقر حتى الآن. لم تقر. المبدأ بيقول إنه المجلس اللي جاي بعد 5 سنين أو بعد 2 سنين حتى لو مجلس ذات حل هو نفسه مش هيقدر يزود مكافئته. فاحنا ممكن نثبتها من دلوقتي، نسيبها زي ما هي مكافأة 5000 جنيه دلوقتي، بس بعد 5 سنين هي 5 حاليا. هي 5 دلوقتي يا فندم، وبحد أقصى طبقا للدستور 20000 جنيه. 20000 جنيه. طب بناء على ايه يعني امتى تبقى 5 للنائب وامتى تبقى 20؟ المكافأة الشهرية 5000 جنيه، وطبقا لعدد الجلسات وعدد اللجان اللي بيحضرها والبدلات السفر والانتقال ممكن توصل ل 20000 جنيه كحد أقصى. نعم.
طيب في اي سؤال عند حضرتك استاذ مجدي؟ لا شكرا. طيب في اي حضرتك صحيح بالنسبه للائحه هتنتهي بالفعل يوم الاربعاء الجاي؟ هننتهي يعني من صياغتها؟ اتمنى كان في صعوبه في ده، لكن اتمنى ان احنا ننتهي هذا الاسبوع باذن الله. اصل الناس بتنتقد المجلس في ايه؟ انه يعني اقر حوالي يعني اكتر من 300 قانون في يومين، واللائحه يعني قانون واحد، اتاخروا قوي يعني. يعني انا طبعا كنت مختلف على الاداء حتى في القوانين دي، وكنت شايف ان فيها شكل من اشكال سلق القوانين، لكن كان البعض بيدعي انه القوانين لازم تقر خلال مده محدده وممكن يعاد مناقشتها مره اخرى وتعديلها. طيب. النهارده احنا بنناقش بشكل حقيقي، المفروض نناقش بشكل حقيقي تشريعات. اول تشريع بنناقش هو ايه اهم التشريعات بالنسبه لك يا سياده النائب اللي على اولويات سيادتك او مجموعه النواب حواليك في المجلس؟ ايه اهم التشريعات اللي لها اولويه وتمثل المواطن أنا واحد بدرجه كبيره؟ انا واحد مهتم بشكل قوي جدا وبشكل حقيقي بفكره العداله الاجتماعيه وازاي نحققها في المجتمع. وعندي اولويتين في التعليم والصحه. عندنا مواد اكثر من رائعه في باب الحريات والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في الدستور المصري 2014، والماده 18 والماده 19 بيتكلموا عن تحديد نسبه 4% و3% و2% و1% فيما يخص التعليم والصحه والبحث العلمي والتعليم العالي. لو قدرنا نحقق دوت في الموازنه اللي هتعرض على المجلس الحالي في نهايه شهر مارس، اعتقد ده هتبقى خطوه ايجابيه جدا نحو تطوير حقيقي في التعليم. اخيرا سياده النائب، تعقيب حضرتك على الجزء اللي يخصكم في خطاب الرئيس، الخطاب الاخير اللي تحدث فيه عن بيمتدح البرلمان وبيقول ان كل البرلمانات يحدث فيها ما يحدث من خلافات ما بين الاعضاء وبعضها، وخاصه انه الناس يعني فسرت ده بانه تدخل من السلطه التنفيذيه في شؤون السلطه التشريعيه التي تراقب السيد الرئيس والحكومه. حاجه تانية ان خدوها كانها اشاره، مرروا برنامج الحكومه. تعقيب حضرتك. يعني هو احنا عندنا بيننا وبين السلطه التنفيذيه في شعره معامله كده غير مقبول ان احد فينا يتجاوزها يعني. نعم. بالتاكيد كان في تلميح من رئيس الجمهوريه حول دعم هذه الحكومه الحاليه ومحاوله لتمريرها من المجلس. نعم. واتفهم ان المجلس والاغلبيه الموجوده الممثله في تحالف دعم مصر على تناغم مع الحكومه الحاليه، وقد يكون هناك رغبه في تمرير الحكومه الحاليه. نعم. لكن خلينا نقف عند النقطه الاهم من تمرير الحكومه. أيوة. وهو برنامج الحكومه. أيوة. برنامج الحكومه اتمنى ولو لمره واحده في عمر مجلس النواب ان يقر برنامج لمده 5 سنين ويراقب تنفيذه لمده 5 سنين، ثم يحاسب المجتمع ليس فقط الحكومه ولكن ايضا مجلس النواب حول هذا البرنامج الذي اقره وتحقيق ماذا تحقق من هذا البرنامج. نعم. هو ده الاهم من الاشخاص، لان نعم. الاشخاص سيزولون سواء بسحب الثقه او باسقاط الحكومه فيما بعد. نعم. لكن الذي لا يجب ان يسقط خلال ال5 سنين القادمه هو وجود برنامج حقيقي يحقق مطالب ثوره 25 و30. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا سياده النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب. شكرا جزيلا.